السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نوفي محرم وقناتي احلى الوصفات مع نيفين. اهلا بكم جميعا. النهارده هنعمل وصفه سهله جدا، الفراخ البانيه، ولا اسهل ولا اسرع، وكل الناس بتحبها وخصوصا الاطفال كمان. وجبه سهله وسريعه. كل اللي هنعمله هنجيب بصلايه مبشوره وفصين 3 توم مهروسين، والتوابل الفراخ اللي عندك، والملح والفلفل والجنزبيل والقرفه والكزبره الناشفه، كل التوابل. ولو عندك كمان توابل الفراخ تحطيها. ومعانا نص كيلو فراخ بانيه. هجيب كده الفراخ الصدور اللي عندنا، اللي هي البانيه اللي احنا بنشتريها، وهتبلها في التتبيله اللي معايا دي. وكمان ممكن تضيفي الزبادي، بس انا هنا في المره دي ما ضفتش زبادي. هتبلها كده واسيبها بقى قبلها بساعتين 3. بتاخد طعم التتبيله كده السهله الجميله دي، سهله جدا وسريعه. وبعد كده بقى، بعد ما هسيبها شويه تتبل في التتبيله دي، شوفوا شكلها كده بعد شويه لما اتبلت. انا بقول لكم ان انا جبت نص كيلو فراخ بانيه، ومجرد بصلايه مبشوره والثوم المهروس والتوابل بتاعتي، كل التوابل اللي بتحبيها. بعد كده، بعد ما اتبلت كده ساعتين ولا حاجه، هنجيب بقى اللي عندنا دقيق، طبق فيه دقيق، وطبق فيه فيجيتار حار، وطبق فيه فيجيتار عادي او بقسماط عاديه مش حاره. عشان نعمل ايه بقى؟ الناس بتحب الفيجيتار الحامي وناس بتحب اللي من غير حامي، فنعمل الايه الاتنين عشان نرضي كل الاذواق. حاجة سهلة يعني. وبنص كيلو ده ممكن بيكفي يعني أسرة من 5 أفراد ممكن. هنا بقى بحطه في الدقيق وبطلعه على البيض والملح والفلفل. البيض ده معمول عليه ملح وفلفل وشوية لبن أو حليب صغيرين. وبعد الدقيق وبحطه في البيض، وبعد البيض هحطه في البقسماط. هنعمل الايه الكمية كلها. سوري. هنعمل الكمية كلها وبعدين نحطها في التلاجة كده نص ساعة ولا حاجة، وبعد كده نبقى نقليها. اللي لونه احمر ده الحار، عشان بيتضاف عليه شطة وبابريكا. انا شاريه الصدور الفراخ البانيه دي، مش انا اللي عاملاها في البيت يعني، انا جايباها مخليه جاهزه كده ومتقطعه كده الطبقات الرقيقه دي. معانا بقى زيت نضيف كده، ووصل لدرجه السخونه بتاعته سخن يعني. ننزل بقى فيه بالفراخ، يا دوب لونها يبقى يعني ذهبي، ما سيبهاش كتير. اقف جنبها كده واقلبها. بعد ما تبقى لونها ذهبي اقلبها على الجهه الاخرى. وحشتوني كتير والله، وعاملين ايه؟ واتمنى الوصفة تكون سهلة وسريعة، واكيد كتير من البيوت المصرية بيعملوها لانها سريعة. اللي لونه غامق ده، اللي لونه احمر غامق ده، ديت اللي هي متبلة بالفيجيتار الحار. بعد كده قلبتها على الوش التاني، هقلبها على الوش التاني. شوفوا درجة الذهبي ازاي، لونها جميل. بلاش نسيبها تاخد لون غامق. خلصت الوصفة بتاعتنا. انا بقى طبعا عاملة معاها رز مبهر، رز محطوط عليه الكركم والكاري، وممكن كمان بصلاية كده بشوحها في الاول كده تبقى لونها ذهبي كده فاتح خالص، مع فص ثوم بسيط كده، وانزل عليها بقى ايه والبهارات بتاعت الفراخ اللي معروفة، اللي هي القرفة والجنزبيل برضو وحبهان ورق لورا. وبعدين بنزل عليها
بالمية وبالرز بتاعي وبس، والملح. ده الرز المبهر بيبقى شكله جميل وطعمه جميل. والوصفة خلصت معانا، وكنت بوريكم ان الفراخ كسرتها من جوه عشان تشوفوا شكلها ولونها جميل ابيض من جوه ومستوية وجميلة، ووصفة سهلة وسريعة كمان، تنفع كتير الستات المستعجلة زي كده.